تعالي النهارده بقى اقول لك ازاي تتخلصي من الناموس. احنا بقى داخلين دلوقتي على الصيف، والجو ابتدى يبقى حر. فهقول لك النهارده ازاي تتخلصي من الناموس والهاموش بمكون واحد بس، بتجربة بسيطة جدا وجربتها. بصي بقى، هتجيبي اي منديل كده ورق واي معجون سنان عندك. هتبداي تحطي في هتحطي المعجون السنان كده في المنديل زي ما انت ما شايفه. فكره الفيديو النهارده مش اكل خالص، بس دي فكره انا هجربها وقلت افيدكم بيها، وان شاء الله تنفع يا جماعه، وعن تجربه جربيها. وبصي، مش هتلاقي اي ناموس في الشقه ولا اي هاموش. خلاص هتبداي كده تبرمي في المنديل بتاعك. خلاص بعد ما حطينا فيه معجون الاسنان، هتجيبي بقى اي طبق كده وهتبداي تولعي فيه المنديل. خلاص احنا هنولع في المنديل ده الدخانه، كل الدخانه اللي هتطلع من المنديل يا جماعه، الريحه دي مش هتخلي لك اي ناموس في الشقه. جربيها، بصي عن تجربه يا جماعه، مش هتلاقي ناموسه في الشقه ولا اي هاموش ولا اي دبانه. خلاص الدخانه اللي هتطلع بقى من المنديل هتقضي لك على اي ناموس في الشقه. بصي حاجه بسيطه جدا هتقومي تعمليها علشان الناموس والصيف والحر. جربيها بقى، الدخانة اللي خارجة دي بصي مش هتخليلك ناموسة في الشقة ولا أي حشرة طايرة خالص. جربي الفكرة دي وقولي لي رأيك فيها. خلاص كده خلصنا الفيديو، يا رب الفكرة تعجبكم وتنفذوها، والسلام عليكم.